واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرموز فيما بعد، سناتي على الرموز فيما بعد، سناتي على الرموز فيما بعد. دع الرجل يعلق كيفما شاء، لا تتداخل في وقته من فضلك يا اخي شوقي، لا تتدخل في وقته. لا يا اخوانا بوجه كلامك للجمهور بعد ما يخلص الشيخ. لا يعني ايه مش هتسمع؟ يعني ايه مش هتسمع؟ يبقى دي مش مناظرة علمية، يبقى انت تسمع ما تريد ولا تسمع ما تريد. يبقى لا تجلس في مكانك يا شوقي، لا تجلس في مكانك يا شوقي. ان شاء الله ما جلست، كان الاسفاف ده لا تجلس مكانك، انت في مناظرة علمية. ولا لما انت بتلبس ستيانة يهيمن عليك الشيخ انت يبقى انت اللي تلبس ستيانة، مش ابو طالب. ازاي يعني؟ مش عاوزين، ما ينفعش الكلام ده. طب ما تحاسبه وتقول له بلاش تقول ما جاتش صدره 46. ايه ده مناقشه علميه؟ يحاسبه الله، هو راجل يتعدى على رمز تقول عنه ما يجيش يجلي في عسلنا. عيب تبقى على الشاشه وهو استمع عليك الشيخ ويستمع الى حجتك. ما يقولش كده، انت قول له عيب، انت قول له ما تقولش ما جاش صدره كذا. سد ودانك يا شوقي، سد ودانك يا شوقي، سد ودانك يا شوقي، يلا سد ودانك. اتفضل يا دكتور، هو يغلق اذنيه. اتفضل سد ودانك. بس اتفضل يا دكتور، هو لا يسمعك الان، وجه خطابك للجمهور. اتفضل اتفضل. ما حكم من لم يذهب الله عنه الرجس في القرآن الكريم لا يكون مؤمنا، لأن الله يقول كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. خلي ودانك مسدودة لأنك تخاف من عبد الرحمن دمشقية. ويقول الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن اللي الله ما بيطهره واللي الله بيترك الرجس عليه هذا ليس بمؤمن بل هو كافر. إذا يلزم من ذلك بارك الله فيكم أنه كل من ليس من أهل البيت فهو كافر، لأن الله ما أذهب عنهم الرجس إلا فقط أهل البيت وما طهرهم تطهيرا. إذا كل من ليس من أهل البيت لم يذهب عنه الرجس ولم يطهره الله فهو كافر. أعيد فأقول أيها المشاهدون سنة وشيعة، كل من لم يذهب الله عنه الرجس بالدليل من القرآن، نحن نتعامل مع القرآن. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا أنت مش مؤمن لأنك لست من أهل البيت يا حضرتك. ثم التعريف القرآن تعريف شرعي، قال بيقول لي هناك تعريف لغوي لأهل البيت هناك تعريف شرعي. التعريف القرآني تعريف شرعي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. موسى قال لأهله امكثوا، ما قال امكثنا ولم يكن إلا زوجته. إذا التعريف القرآني تعريف شرعي. ثم كيف يريد الله منا أن نفهم من قوله يريد ويطهركم تطهيرا، يعني هذا خاص بأهل البيت، مع أن الله يستعمل هذا اللفظ لغير أهل البيت، ولكن يريد ليطهركم. إذا أراد الله منا أن نفهم الإمامة إذا يلزم كيف يخاطب رب العالمين غير أهل البيت بإرادة التطهير أيضا هذا. ثم فضل الرواية يا أيها الأصم، يا أيها الأصم اسمع هذه الرواية. تفضل. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم روي من وجهين، من عبد الله ومن يعني انه قرابة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتصال امه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار علي ابنه من وجهين، اولهما انه رباه حتى قالت فاطمة بنت اسد كنت مريضة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمص عليا لسانه في فيه فيرضع بإذن الله. سيدنا علي كان يرضع، سيدنا علي كان يرضع أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. شو بيصير الآن النبي بيصير أخوه من الرضاعة، يعني هو يعني أخوه مش بس أخوه. وهذه الرواية في بحار الأنوار المجلد 38 صفحة 318. أرأيتم؟ طيب، بما أنه لا يريد أن يستمع، ومنظر جميل جدا، منظر جميل جدا أنه يضع يديه على أذنيه. هذه أول ظاهرة نراها على التلفزيون يا أخوان، خوفا من عبد الرحمن دمشقية. طيب. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. دكتور يعني نتواصل فيما بعد، نأسف لأن الحلقة في نهايتها، حتى أترك بس لأخونا خالد يعني